ويليان في ارسنال وكوتينيو في ارسنال. دي بداية حلقة الانتقالات الخاصة بدكتور كورة. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو من تحت واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ونقول يلا بينا. زي ما انا اتكلمت الحلقه اللي فاتت اللي هتظهر لكم دلوقتي في الدايره البيضاء عن انتقالات تشيلسي وليفربول وتوتنهام، فالنهارده ميعادنا مع الثلاث فرق الكبرى في انجلترا، الارسنال ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي. والبدايه طبعا مع ارسنال، فتره الانتقالات والكلام الكتير والبروجكت الكبير اللي بدأه المدرب الاسباني ارتيتا مع ارسنال مع تحقيقهم لقب الكاس ورجوعهم للدوري الاوروبي. ده بيخلي ارتيتا ان هو يحط خطه مستقبليه على مر الموسم القادم بمنافسات اوروبيه والمنافسه على البريمير ليج. ولو كان ان ارسنال وضعه صعب بالنسبه للصفقات او نسبه صعب بالمنافسه في ظل اللعيبه اللي موجوده، وكمان التنافس القوي بين الكومبيتيتور او المنافسين الموجودين في الدوري الانجليزي زي تشيلسي، ليفربول، توتنهام، يونايتد، السيتي. كل الفرق بتنافس وكل الفرق بتدعم السنه دي عشان تخش الموسم اللي خلاص هيبدا في نص 9 او 12/9، هيبدا بكل قوه. والموسم الجاي صعب على كل الفرق، مفيش حاجه سهله على فريق او اخر، كل المباريات صعبه وكل الموسم صعب، ان كان منافسات محليه او ان كان منافسات قاريه. ارسنال ارتيتا بعد تحقيقهم اللقب الكاس دخل بمعنويات عاليه وحاطط خطه كبيره جدا في خاصه بالترانسفير وتدعيم اللاعبين. ولكن لو جينا نبص كده على القائمه اللي انتشرت لارتيتا او اللي هو صرح بيها وقال لاداره ارسنال ان هو عاوز يجيب اللعيبه دي في النادي، هنلاقي انها قائمه طويله عريضه جدا وغريبه جدا. ارسنال انتوا عارفين ان ميزانيه اصلا الترانسفير الخاصه بيهم دايما بتبقى كل سنه قليله، وارسنال بيعتمد على حته اللعيبه اللي بتخلص عقود او ايجنت او خلاص كونتراكت بيخلص فبتجيب اللاعب ده وخلاص، او اللي بتاخد بنظام الاعاره اكتر. وده اللي بتلعب بيه موضوع اداره ارسنال، ما بتحطش بادجت كبير في الفلوس. وده اللي اتضح بيه ان في شائعات وكلام كتير انتشر ان اصلا البادجت الترانسفير المحطوط لاداره نادي ارسنال الخاصه بالترانسفير هي خاصه 30 مليون يورو. وده طبعا يعني رقم ما يجيبش يعني 2 لاعب، ما يجيبش لاعب اصلا في السوق دلوقتي بالنسبه للارقام القياسيه اللي احنا بنشوفها والصفقات والاسعار الغاليه الخاصه باللاعبين. لو جينا نبص على القائمه اللي اتحطت الخاصه بارتيتا وايه اللي هو حطهم او طلب من اداره ارسنال التعاقد معاهم، هنبص نلاقي عندنا موسى ديمبلي لاعب ليون، كوتينيو طبعا لاعب برشلونه المعار اللي كان معار لبايرن ميونخ، توماس بارتي وويليان اللي انتهى عقده مع تشيلسي، وراؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون. وطبعا يعني انت بتتكلم في قائمه عاوزه لها اساطير فلوس، عاوزه لها زكايف فلوس، يعني صناديق فلوس عشان تقدر تجيب اللعيبه دي كلها اصلا معاك. وطبعا مستحيل ان ده يحصل، ولكن ده اللي اتقال قدام ارتيتا او دي القائمه اللي خاطب بها ارسنال. هو حدد بعض الصفقات اللي عاوزها ارسنال، وده مستحيل انه يحصل في نادي ارسنال هو يجلب كل اللعيبه دي. يعني انت بتتكلم في ممكن ماكسيمم لاعبين انه يقدر يجيبهم لنادي الجانرز. لو جينا نبص للاقرب اللعيبه او الصفقات اللي هنتكلم فيها ان هي قريبه جدا لانها تتم، فاول لاعب معانا هو اللاعب ويليان البرازيلي لاعب نادي تشيلسي اللي فيه مشاكل كتير جدا مع نادي تشيلسي او في موضوع العقد. يتكلم ان هو عاوز يجدد، وانا قلت في الحلقه اللي فاتت ان ويليان عاوز يجدد 3 سنين، ولكن اداره نادي تشيلسي مش قابله الوضع ده ورفضت تجديد لويليان ل3 سنين. وده اللي خلى ويليان يفكر انه خلاص ينهي، خلاص ما يجددش مع تشيلسي والمفاوضات تقف، ويبدا وجهه نظره تتجه الى صوب النادي اللندني نادي ارسنال اللي فيه كلام كتير بيتقال ان خلاص الصفقة تمت او شبه رسمي وباقي على الاعلان ان ويليان انضم الى نادي ارسنال. وده كان برغبة ارتيتا المدرب الاسباني انه عاوز ويليان في صفوف ارسنال. وانا شايف ان ويليان سنه كبر و33 سنة بالعمر ومستواه اكيد بيتأثر، ولكن ويليان
الصفقه دي لو تمت او ان خلاص راحت لارسنال، فدي بالنسبه لارسنال هتبقى صفقه مميزه جدا، لان ويليان جناح مميز وبيتحرك في كل الاماكن، عنده انطلاقات وسريع وبيلعب وبرضه صناعه اللعب رائع. فعندك اوبشن موجوده بالنسبه لويليان اللي يقدر يفيد ارسنال بصفقه او بحاجه مش ما تدفعش فيها فلوس، انهاء عقده وجاي ينضم للنادي، فده حاجه كويسه ومميزه لنادي ارسنال. اللاعب التاني الخاص او صفقه نادي ارسنال، وبرضه ان في كلام شبه مؤكد ولكن لسه ما تمش الاعلان، هو اللاعب البرازيلي كوتينيو. فيليبو كوتينيو زي ما انتم عارفين بعد رحيله عن نادي ليفربول ومجيئه الى نادي برشلونه، يعني مستواه تذبذب وضعف وما اداش المستوى اللي كان مطلوب منه برشلونه، وقابل مشاكل كتير كوتينيو وقصص وحكايات ادت الى رحيله الاعاره الى بايرن ميونخ، ولكن رجع لبرشلونه وبايرن ميونخ ما فعلوش بند الشراء الخاص بكوتينيو، لان السعر زي ما انتم عارفين بيتكلم 120 مليون يورو، سعر كبير جدا في ظل ظروف الكورونا. وبايرن ميونخ مش من الانديه برضو اللي هي بتحط فلوس في اي حاجه، اللاعب اللي بتشتريه هي اللي بتبقى عاوزاه، زي ما حصل مع لوري سانيه لاعب مانشستر سيتي السابق اللي راح بايرن ميونخ وكانوا محتاجينه، وهم قدروا ان هم يدفعوا الفلوس والمبلغ الكبير في لوري سانيه. برضو ارتيتا ان هو وجه نادي ارسنال او الاداره ان هم يبصوا لكوتينيو، ان هو محتاج كوتينيو في الفريق كاعاره طبعا، يعني مش هنقول انها شراء لان ارسنال عمرها ما هتشتري كوتينيو من برشلونه بالارقام الخزعبليه، ويعني برشلونه مش هتفرط فيه من اقل من 120 مليون يورو. فارسنال بتلعب على حته الاعاره مع كوتينيو وينضم النادي ارسنال. الاخبار مؤكده ليست مؤكده، الاخبار في كلام بنسبه قد ايه؟ بنسبه 70% نقدر نقول ممكن الصفقه تتم وينضم كوتينيو الى نادي ارسنال. وكوتينيو طبعا مش غريب عليه اجواء الدوري الانجليزي، وطريقه لعبه تقدر تتوافق مع خطط ارتيتا الفنيه. الصفقة الثالثة اللي معانا وهو صفقة اللاعب الغاني توماس بورتي في خط الوسط نادي اتلتيكو مدريد، برضه بتوصيات من ارتيتا عاوز يضم اللاعب الغاني لصفوف ارسنال. الصفقة لغاية دلوقتي دي ما فيهاش كلام، بس انا شايف انه بارتي لو انضم لارسنال فهو هيفيدهم جدا في خط الوسط. بارتي لاعب متكامل في حته قطع الكرات واللعب والباص، وله نظره في الملعب، ده يقدر يفيد مع ارسنال. يقدر يفيد خطط ارتيتا، لغايه دلوقتي مش عارفين هل هو ينضم لارسنال ولا لا. اما بالنسبه للعيبه برضو المتاحه في الماركت بشكل عام، اللاعب الكوتيفواري او الايفواري لاعب زاها اللي فيه كلام كتير، كريستال بالاس طلع حدد سعره 30 مليون يورو للنادي اللي عاوز يشتريه. في كلام ان ارسنال ممكن يجيبوا زاها، ولكن برضو مش كلام اكيد. بالنسبه للعيبه الراحلين عن ارسنال، فكان من ضمن اللعيبه هو اللي طبعا محمد النني اللاعب المصري اللي فيه كلام كتير جدا ان هو ينضم الى نادي ترابزون التركي وعاوز يتواصل مع ارسنال، لانه خلاص النني ما عادش هيبقى فيه خطط خاصه بارتيتا الفتره اللي جايه وخرج من حساباته تماما. اخر لاعب وهو داني سيبيوس اللاعب الوسط المعار من ريال مدريد، وطلع صرح انه لسه ما يعرفش قراره هل هو هيرجع لريال مدريد ولا هيكمل موسم تاني مع ارسنال ولا هينتقل لنادي تاني خالص. كله كلام لغايه دلوقتي.